الاشتباكات والاصوات. الله اكبر. ابشر يا سعادتك، ابشر ابشر يا سعد، ابشر ابشر يا سعد، ابشر. قال طردتها يا ذا العمليات المتمرده يا خاين، لم الا التمرد الجدجد يا خاين. الله اكبر. الرصاص المتبادل في كل مكان، أصوات المدافع تهز الأرجاء، أزيز الطائرات يسخن شيئا فشيئا، لا صوت يعلو فوق صوت الحرب الداخلية في السودان. أعمدة الدخان تغطي سماء المدن السودانية، طائرات مجهولة تضرب مواقع الدعم السريع. أيعقل أنها مصرية أم إنها إسرائيلية؟ وضع عصيب يعيشه السودان يا سادة. مجموعة مصرية محتجزة، الشعب السوداني ممنوع من الخروج من المنازل، قتال ضار على أشده بين أكبر قوتين عسكريتين في السودان. فما الذي ستؤول إليه هذه المعارك؟ عن الصراع العسكري السوداني نتحدث، وللقصة بقية. قصف مجهول، سجال سياسي تحول إلى طلقات رصاص متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فزع على إثرها سكان العاصمة على قتال ضار بين القوتين العسكريتين الأكبر في البلاد، وسط مخاوف من توسع المواجهة بينهما، وقد توسعت بالفعل يا أصدقاء. فهل إلى حوار من سبيل؟ 3 أيام عصيبة عاشتها العاصمة خرطوم والمدن السودانية الأخرى بعد شد وجذب ومهاترات أطراف السياسة السودانية، لتحلق الطائرات في الأجواء، طائرات مجهولة يقال إنها مصرية تدخلت لتساعد البرهان والجيش السوداني. صحيفة نيويورك تايمز تؤكد الأمر بقولها إن الطيران المصري دخل بطائراته إلى السودان وقام بقصف الدعم السريع. المصريون لم يدلوا بأي تصريحات رسمية بخصوص الطائرات، والإعلام المصري ينفي أي تدخل في الصراع السوداني. لكن ما الذي يجعل القاهرة تتدخل في الشأن السوداني؟ بدأت القصة بتسريب الدعم السريع لفيديو يظهرون فيه احتجاز مجموعة جنود مصريين في السودان. الجيش المصري قال بلهجة شديدة إنهم يتابعون عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية، وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان، داعيا إلى الحفاظ على أمن وسلامة قواته. قائد الدعم السريع حميتي خرج فورا ليعتذر، مصرحا بأن الجنود المصريين في أمان وسيتم إعادتهم في الوقت المناسب. فهل يحتجزهم كرهائن خوفا من تدخل الجيش المصري في الصراع؟ قبل سنوات وقعت مصر اتفاقية دفاع مشترك مع الجيش السوداني، وليس غريبا أن تدخل الجيش المصري اليوم في الحرب السودانية. وبعد احتجاز مجموعة الجنود المصرية، هو الجيش السوداني يطلب تدخل الجيش المصري، تدخل سيحسم الحرب لا محالة. فنحن نتحدث عن أقوى جيش عربي يا سادة، لكن ليس بعد. المصريون لن يتدخلوا حاليا بحسب تصريحاتهم الرسمية. التعامل مع الكيان الإسرائيلي. أصدقاء الأمس أعداء اليوم. نعم، فقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميتي كانا يشكلان جبهة واحدة ومعسكرا واحدا للتخلص مما تبقى من نظام البشير. لكن اليوم يتصارع الرجلان ليذهب السودان ضحية لصراع قادته. صحيفة هآرتس الصهيونية تقول إن حميتي من الممكن أنه يتعامل مع الموساد الإسرائيلي. الصحيفة الإسرائيلية لن تأتي بالخبر من الهواء، فلا دخان بدون نار. ذات الصحيفة أكدت العلاقات الجيدة التي تجمع قائد الدعم السريع في السودان حميتي بإسرائيل، لتكشف عن لقاء حميتي بمسؤولين في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد. قائد الدعم السريع كان يقود السودان إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بمعية البرهان، حتى أن البرهان كان قد التقى بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي كوهين من أجل التطبيع. بينما قال موقع AI Monitor الأمريكي إن تطبيع
السودان مع إسرائيل هش وسيستغرق بعض الوقت، وسيكون مرتبطا بالتطورات في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية ومناطق أخرى، لكن واحدا منهما أي حميتي أو البرهان هو من سيذهب للتطبيع بعد هذه الأحداث. والصحف الإسرائيلية تتحدث عن مدى قرب حميتي من الدولة الصهيونية، فهل يستعين بهم اليوم في صراعه على السلطة؟ وفي حال تدخل الموساد لن يقف الجيش المصري ساكتا، لكن لا نتمنى أن تؤول الأمور إلى ذلك، فالشعب السوداني سيكون الضحية. احتدام المعارك. تواصل القتال لليوم الثالث بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى. تواترت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، تجددت الاشتباكات في نقاط عدة بالخرطوم، وتضاربت الروايات بين الجانبين، كل يطلق تصريحاته بحسم المعركة قريبا، ولا شيء مؤكد على الأرض، فالتعتيم الإعلامي هو سيد الموقف، ويسود الغموض بشأن نطاق السيطرة الميدانية لكلا الطرفين. التجول محظور، وسائل الإعلام قابعة في مخابئها. الجيش السوداني يأمر المواطنين بعدم الخروج من المنازل، يا لها من أوضاع خانقة. وفي حين تدور المعارك العنيفة في أنحاء البلاد، تحدث الدعم السريع عن سيطرة قواته على مواقع استراتيجية في العاصمة، بينها مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الجمهوري ومقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان. نفى الجيش صحة ذلك، وأكد أنه متمسك بكل مقر، وأنه يقترب كثيرا من لحظة الحسم، مشيرا إلى أنه سيستخدم تعزيزات للخرطوم. ومعارك كر وفر في مدينة مروي التي تضم قاعدة عسكرية ومطارا مدنيا. وفي غضون ذلك تبادل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميتي الاتهامات والتهديدات، وأكد كل منهما أنه سيلاحق الآخر، كما أن حميتي دعا المجتمع الدولي للتدخل، متهما خصمه البرهان باستهداف المدنيين بواسطة الطيران الحربي. دول عديدة عربية وعالمية طالبت بخفض التصعيد. حذرت الأمم المتحدة من أن كل تصعيد إضافي في السودان ستكون له تداعيات كارثية، لكن ويا للأسف ليس هناك مؤشرات على استعداد الأطراف المتقاتلة لإبرام هدنة بحسب المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيتس. 180 قتيلا، 1800 جريح، حصيلة المعارك المستعرة على الأرض منذ 3 أيام، وهي أرقام لا تدل على عدد الضحايا الحقيقي، فهذا فقط ما يصل إلى المستشفيات من المدنيين. فماذا عمن لم يصل للمستشفيات؟ وماذا عن الضحايا من جنود الطرفين؟ لا أحد يعلم حتى الآن. هكذا هي الحروب يا سادة، فما بالنا بحرب أهلية بين أبناء بلد واحد. ليعلنها مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 16 مليون شخص هم ثلث سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وفي اليوم الثالث للحرب هو التلفزيون الرسمي السوداني يستأنف البث بعد انقطاعه لساعات، وبعد أن كان الدعم السريع قد أعلن سيطرته عليه، ليبث التلفزيون أغنيات وطنية سودانية وإشادات بأداء الجيش. السودان يغوص في الرمل والأحداث مؤسفة جدا، حتى أن هذا الذي يحدث في السودان سيؤثر على قرار مصر بخصوص سد النهضة، خصوصا على مستوى التنسيق العسكري بين مصر والسودان باتجاه إثيوبيا، وسيؤثر على السودان بشكل كارثي، فأمن السودان ومصر المائي في خطر شديد. وبينما تستطيع مصر الرد عسكريا للحفاظ على حقها في نهر النيل، يذهب السودان في أتون حرب أهلية. فهل يصل السودان بذلك إلى مرحلة مأساوية أكثر مما هو فيه بسبب سد النهضة أيضا؟